رفضت السلطات الجزائرية السماح للوفد الإعلامي المغربي الدخول إلى ترابها لتغطية فعاليات النسخة ال91 نفس العاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها وهران خلال الأيام القليلة مقبلة بمشاركة الأبطال المغاربة في العديد من الأنواع الرياضية. وحسب موفد هيسبورت إلى وهران الجزائرية، فإن السلطات الجزائرية أخبرت الوفد الإعلامي المغربي برفض ما أسمته جهات عليا منحهم الضوء الأخضر لدخول التور أبو الجزائري، وبذلك تأكد عودة الوفد الصحفي إلى أرض الوطن مساء اليوم عبر تونس. وكما أشارت الجريدة في مودة سابقة، فإن الوفد الإعلامي المغربي تم حجه في مطار وهران أحمد ببلة ل42 ساعة، حيث قضى ليلة كاملة بالمطار في ظروف غير ملائمة وسط اندهاش الجميع بما فيهم رجال الأمن الجزائريون الذين نأكدوا أن القرار هو من جهات عليا حسب وصفهم.